بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ بسمة شربك. يا ريت اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يشترك لي في القناة، يفعل زر الجرس واعمل له لايك عشان يوصلوا مني كل جديد. احنا النهارده معانا 3 طرق جميلة جدا للصوص. صوص الفراولة، صوص البرتقال، صوص التوفي او صوص الكراميل، حاجة كده في منتهى الجمال. تعالوا بينا هنخش على مقاديرنا. طبعا الصوصات دي ما بنستغناش عنها جدا في بيتنا. بنحتاجها في الكيكات، بنحتاجها في حلويات كتير جدا، ما بنستغناش عن الصوصات دي. تعالوا بينا نشوف اول صوص معانا، وهيبقى معانا هنا صوص البرتقال. انا هقول لكم على كل حاجه في هكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف، وهقول لكم كل حاجه وانا شغاله بالمقادير. انا معايا هنا كوبايه برتقال، دي كوبايه برتقال صافي ما فيهاش ميه ولا اي حاجه. انا عملتها بالعصاره وبصفيها بمصفى ناعمه جدا، لان شوفوا هيطلع منها برضك ايه، هيطلع منها برضك بذر وحاجات من ديت. فانا عايزه الصوص بتاعنا يبقى ناعم، ما فيهوش اي شوائب من البرتقال ولا اي حاجه. شايفين ده اللي طلع مع ان انا مصفياه، بس لازم نصفيه بمصفى ناعمه جدا. انا معايا هنا كوبايه البرتقال صافي اهيت. معايا هنا هحط هنا السكر. انا معايا هنا هجيب هنا معلقتين سكر كبار. انا ما بحبش الصوص مسكر زياده عن اللزوم، فانت لو بتحب الصوص مسكر زودي كمان معلقتين او معلقه. فده حسب احتياج السكر بتاعي. انا ما بحبش الحاجه مسكره زياده عن اللزوم. فانا حطيت هنا معلقتين سكر كبار على كوبايه عصير برتقال، وهبدا هنا احطهم على نار. وهبدا هنا اجيب هنا، انا معايا هنا معلقه كريم شانتيه خام، ومعلقه نشا. بس المعالق مش كبيره، يعني معالق ممسوحه كده، يعني ما تكونش المعلقه مطرطره او مليانه قوي. هقلبهم هنا. معايا هنا نص كوبايه ميه. هقلب هنا النشا في معلقه الكريم. كريم شانتيه خام ده بيتجاب من عند العطار. آه، انا ما بستغناش عن الكريم شانتيه خام ديت، هو بطل الصوصات بتاعتنا النهارده. ده هستعمله في ال3 صوصات. انا حطيت هنا نص ليمونه على بعد ما مع عصير البرتقال غلى مع السكر، حطيت عليهم نص ليمونه. وانا قلبت هنا في طبق او في كوبايه او في اي حاجه. قلبت فيهم بمعلقه النشا على معلقه الكريم شانتيه خام. وهبدا هنا انا معايا لون. اللون ده برضو بيجاب من عند العطار، لون غذائي، عشان بيعزز معانا اللون، يديه اللون اللي هو الاورنج الجميل ده او اللون البرتقاني ده. هبدا هنا بعد ما غلى وحطيت اللون. هبدا هنا احط الخليط اللي انا قلبته اللي هو النشا بمعلقه الكريم شانتيه، وهبدا اقلب كده. اللون ده جميل جدا. انا طبعا بجيب الالوان عندي هنا بتقعد عندي فتره كبيره جدا، بستعملها في حاجات كتير جدا. هو لون غذائي ومصرح بيه، وكلنا يعني بنستعمله وما فيهوش ضرر ولا اي حاجه. شايفين اللون معايا في منتهى الجمال، لان انت بتحطي النشا. النشا بتفتح لون الحاجه. فانت عايزه تظبطي اللون عشان يديكي نفس الحاجه اللي بتجيبها من بره. تمام، هو كده خلص، وهسيبه بقى لما يبرد. تعالوا بينا نشوف بقى صوص الفراوله. شوفوا شايفين الفراوله؟ لازم تكون جايبه الفراوله تكون بتاعتك حمراء، يعني ما تكونش من اللي هي المبيضه او لونها مش احمر زاهق كده. ده معايا نص كيلو فراوله. انا طبعا مسكته وفرمته في الخلاط، وهبدأ أصفيه. أنا عايزاه في المصفى الناعمة، أنا مش عايزة فيه أي شوائب برضك. أنا فرمته بحاجة بسيطة جدا من المية عشان يفرم معايا في الخلاط كده. ومعايا هنا 3/4 كوباية سكر. معايا هنا 3/4 كوباية سكر على نص كيلو فراولة. وبعد ما غلت بتبدأ تعمل رغاوي كده، لازم تشيل الرغاوي ديت. احنا عايزين الصوص بتاعنا يبقى رايق وجميل جدا. هبدأ أشيل الرغاوي اللي طلعت من الفراولة دي خالص. كل ما بتغلي كل ما بتطلع الرغاوي. يعني كل شويه تشيل الرغاوي دي لما تلاقي ما عادش عليها رغاوي خالص. شايفين؟ او ما عادش عليها، بسم الله ما شاء الله. انا طبعا مهديه النار. هجيب برضو نص الليمونه، دي الماده الحافظه بتاع الصوص بتاعنا. وهبدا اجيب هنا معايا هنا نص كوبايه ميه. وهبدا برضك معلقه صغيره كريم شانتيه خام، معلقه صغيره نشا. كل حاجه معلقه صغيره، مش معلقه يعني تكون مليانه من الكبيره، لا هي معلقه صغيره من بتاعه الشاي دي. هبدأ هنا أقلب كده.
شايفين بدأ اللون برضك يطفي معانا، ما بقاش اللون اللي هو الاحمر ده. فانا معايا هنا اللون الغذائي ده لون احمر. شايفين مجرد ما بدا بيعزز معايا اللون وبخليه لونه زي اللي بره بالظبط، زي كأنك جايبه الصوص من بره بالظبط. والله العظيم الصوصات اللي بتعملها في البيت احلى من اللي بتشتري من بره مليون مره. على الاقل انت ضامنه نظافتها، ضامنه ان انت حاطه ايه بالظبط. ودي كده خلاص خلصت الصوص الفراوله. شايفين في منتهى السهوله مفيش فيها اي حاجه. تعالوا بينا نعمل صوص بقى الكراميل، حاجه كده من الاخر. مشوا بالمقادير وان شاء الله يطلع معاكم ناجح 100%. لان انا جربت طرق كتير جدا وما شاء الله الطريقه دي هي اللي ظبطت معايا وماشيه على الطريقه ده على طول. انا معايا هنا كوبايه لبن، كوبايه سكر، معلقه كبيره زبده او مكعبين زبده كبار، معلقه نشا، ومعلقه كريم شانتيه. مش قايله لكم الكريم شانتيه ده هو البطل بتاع الثلاث صوصات بتاعتنا، هو والنشا. هبدا هنا اجيب، ممكن لو عندك سكر ناعم حط سكر ناعم، بس ما انتش ضرباه في الخلاط ولا حاجه، يعني سكر ابيض ناعم. فانا عندي سكر التموين عادي، اي سكر عندك اعملي بيه. هبدأ هنا أجيب كوباية اللبن أو كوباية الحليب. أنا حطيت طبعا السكر على نار هادية، مش عايزة السكر يتحرق مني. هبدأ هنا أجيب عما السكر يبدأ ياخد لون من الجنوب كده، هبدأ أقلب هنا اللبن مع معلقة النشا الصغيرة مع معلقة الكريم شانتيه خام. في الحلة اهوت ياخد اللون معايا من الجنوب كده، تحس ان بدأ ياخد لون. تبدأي تقلبي عشان الطبقة التحتانية ما تتحرقش منك والطبقة فوق تبقى سكر. فانت لازم تقلبي السكر كده لما يبدأ. ما تقلقيش، هو تحس ان هو كلكع منك وعمل منك كده، ما تقلقيش. هو مجرد ما النار تحته كده نار متوسطة بيبدأ يسيح يبدأ بقى كل خطوة كده تحس ان هو بدأ يغير اللون معايا. اهو شايفين بقلب فيه طول ما انا واقفة كده، اقلب فيه لما احس ما عادش فيه كلاكيع سكر ولا اي حاجة، وبدأ ما شاء الله معايا في منتهى جمال. طبعا انا مش عايزاه غامق قوي عشان ما تحرقهوش وما يبانش مرارة في الصوص بتاعنا. شايفين اللون؟ انا هوريكم اللون بالظبط اللي انا عايزاه. وانا مهديه النار، انا مش معليه النار عشان ما يتحرقش مني، نار تكون اقل من المتوسطه. شايفين ده اللون اللي انا عايزاه. هبدا هنا اجيب الزبده، ولازم تقلبي الزبده حلو جدا لما تسيح خالص في السكر. مع السكر لما بدا يكرمل كده تقلبي الزبده خالص خالص كده مع السكر كده. خلاص هي ما شاء الله دبت خالص اهيت، ما عادش اثر خالص البتاع للزبده. هبدا هنا اجيب طبعا كوبايه الحليب مقلبه فيها معلقه نشا صغيره، معلقه كريم شانتيه. معلقه الكريم شانتيه خام كبرها شويه، يعني تكون معلقه كبيره. معلقه النشا تكون معلقه صغيره. هيطلع معاكي مظبوط 100%. ومعايا هنا فانيليا، لازم عن الفانيليا. صوص الكراميل ده يا جماعه ما ينفعش تبدل بيه اي حاجه، يعني زي ما هو معمول بالظبط. يعني ما ينفعش تشيلي منه الكريمه، ما ينفعش تشيلي منه النشا، ما ينفعش تشيلي منه اي حاجه. هو ما شاء الله كده هيطلع معاكي مظبوط ومية مية. شايفين؟ انتوا حاسين ان هو خفيف او ان هو اسفه ان مجرد ما حطيتي بتاع تحس ان هو تقل كده بقى زي المهلبيه؟ لا ما تقلقيش. هو مجرد ما يبدا يغلي ويبدا يبرد معانا هتلاقيه ما شاء الله معاكي احلى صوص. وهتشوفوا بعينيكم الصوصات بعد ما بردت بقى شكلها عامل ازاي. الصوصات دي سبتها لما بردت تماما. شايفين الصوص بقى شكله عامل ازاي؟ شايفين صوص الفراولة لونه عامل ازاي؟ وصوص البرتقال لونه عامل ازاي؟ وشايفين صوص بقى الكراميل؟ شايفين انا صفيته. اهم حاجه تصفي كل حاجه وانت شغاله. بعد ما تخلصي خالص تجيب المصفى الناعمه بتاعتنا دي وتصفي الحاجه تاني اللي ممكن يكون فيها اي حاجه، بتبقى معاكي ناعمه وزي ما انتم شايفين حضراتكم. اللي وصل معايا الفيديو رأيكم في الفيديو الجميل ده. احلى صوصات والله العظيم، جربوها وان شاء الله هتدعوا لي والله العظيم. اللي وصل معايا الفيديو ما ينساش يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.